قصة طريق المطفوفة. في ليلة من ليالي الشتاء القاسية، كان فريد يقود سيارته عبر الطريق القديم بين عين الدفلة والمدية. طريق مهجور يعرفه الناس باسم طريق المطفوفة. طريق كل من مر به ليلاً يعود بوجه شاحب لا ينسى تلك اللحظات. بينما كان فريد يشق العاصفة، لاحظ شيئاً يقف عند حافة الطريق، شيئاً أبيض ساكناً كأنه لا ينتمي لهذه الأرض. خفض السرعة، اقترب أكثر، وإذا هي امرأة ترتدي رداء أبيض ملتصقاً بجسدها من البلل، لا تتحرك، لا تلوح، فقط تنظر بنظرة لا تشبه نظرة البشر. تردد فريد لحظة، ثم قال في نفسه: لا يمكن أن أتركها وحدها في هذا المطر. اقترب منها وسألها: يا سيدتي، هل أنت بخير؟ أين وجهتك؟ رفعت وجهها ببطء، وبمجرد أن دخل نصفه تحت ضوء المصابيح تجمد الدم في عروقه. كانت عيناها سوداء بالكامل، بلا بياض، بلا حياة، لكنها ردت بصوت خافت متكسر: وصلني للدار، راه قريب. فتح لها الباب دون أن يعرف لماذا، ودخلت السيارة بصمت مخيف. مع كل لحظة يقود فيها كان يشعر بها خلفه، كأنها لا تجلس بل تراقب. نظر إلى المرآة فلم يرى وجهها بوضوح. كلما حاول النظر كان الظل